مصادر أمنية تركية أن شرطيين تركيين و4 من مسلحي داعش قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار في جنوب شرق تركيا. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بعد أن داهمت الشرطة التركية منزلا في أحد الأحياء بمدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية. وينضم إلينا من محافظة بطمان في تركيا الباحث السياسي الكردي منير شيخي. سيد منير، نسأل بداية ما الذي جرى بالتحديد؟ تفضل. بداية نريد أن نؤكد بأن هناك مصادر إعلامية متضاربة حول ما جرى في منطقة قيافنار، وهي قياس أي منطقة تابعة لمدينة ديار بكر. الملاحظ بالإعلام التركي بعض القنوات تبث بأن هناك هجوم على بيت يسكن فيه عناصر من داعش، وأن العناصر الإرهابية فجرت قنبلة أو تفجيرا أدى إلى إصابة أو مقتل الجنود الأتراك. والبعض يقول بأن هناك اشتباك باعتراض اطلاق نار، لكن هناك بعض المصادر تؤكد انها ليس مؤكد حتى الان بان الذين استهدفوا هم داعش. هناك تضارب، حتى وكاله بان اناضول لم تؤكد، والقناه التركيه العربيه اكدت بان العناصر هم داعش، ولكن العدد قبل هم 4 عناصر من الجيش من الامن التركي وليس من داعش. نعم. يعني نفهم بأن الحصيلة هم 4 من الأمن التركي، 4 قتلى من الأمن التركي؟ هذا ما تبثه القناة العربية التركية، وهي قناة رسمية ناطقة باللغة العربية، تبث بأن الشهداء حسب المنطق التركي هم من الجيش التركي فقط، وتقول بأن هناك جرحى من الطرف الآخر، ولكن لا تبث لا صور ولا فيديوهات ولا أي صور للجثث تعود لتنظيم داعش الإرهابي حسب ما تدعي. طيب، في حال صح هذا الخبر أن تنظيم داعش كان يتحصن في أحد المنازل في إحدى المناطق التابعة لديار بكر، كيف تقرؤون هذا الخبر؟ وجود داعش هناك. نحن نقترب من هذا الخبر بالريب وبالشك، لان منطقه قياس هي منطقه ذات اغلبيه كرديه، وهي حتى البلديه هي تدار من قبل بلديه هدف. نريد ان نؤكد بانه يمكن ان تكون لعبه استخباراتيه من اجل منع صناديق الاقتراع من التوزع في المناطق الكرديه لضرب الانتخابات المقبله، لان الطرف التركي حاول جاهدا منع تجميع حاول منع الصناديق ان تكون في مناطق ذات اغلبيه هدفه. نخشى ان يكون هناك دواعي استخباراتيه من اجل التاثير على التصويت في الانتخابات. اما اذا كان داعش هو مستهدف فهذا نحن نفرح بهذا الخبر، ولكن يمكن ان نقول بانه هو انقلاب للسحر على الساحر، لان جريده اعلن صارخه بان خليفه تنظيم الدوله هو اردوغان وليس البغدادي، الخليفه الفعلي ايضا. لكن حقان فيدان يقول، وهو رئيس الاستخبارات التركيه في انقره لوكاله انباء الاناضول، وهي وكاله شبه رسميه تركيه، تقول باننا لا يمكن ان نقضي على تنظيم منظم وله قاعده شعبيه مثل داعش. ندعو الى وسطائنا او اصدقائنا الغربيين التعامل مع داعش كامر واقع. نعم. وبكون هناك كثير من الافات المنظمات او الجهاديه سوريا، ندعو داعش الى فتح ممثليه لها في انقره. هذا ما قاله حقان فيدان ومنشور على وكاله انباء الاناضول. اذا سيد منير شيخي الباحث السياسي الكردي حدثنا من بطمان في ديار بكر، شكرا لك.